إيران دلوقتي مش خبر بعيد. إيران بتمر بأكبر موجة غضب من سنين، واللي حصل في آخر 48 ساعة بالذات خطير جدا. من أواخر ديسمبر 2025 بدأت احتجاجات بسبب الاقتصاد، وخصوصا من مناطق تجارية زي البازار في طهران. ومع تزايد الغضب الاحتجاجات اتوسعت في أكتر من مدينة. الشرارة الأساسية كانت من أول ما العملة وقعت، وتقارير بتقول الدولار في السوق غير الرسمي وصل لحوالي 1.47 مليون ريال يوم 6 يناير 2026، وده بيترجم فورا لغلاء أكل وشرب وحياة يومية صعبة. وبعدها حصل اللي زود التوتر، انقطاع واسع جدا للإنترنت والاتصالات مساء 8 يناير 2026، وده اتقال عنه شبه تعتيم كامل مع تصاعد النزول في الشارع. السلطات بتقول إنها بتحارب شغب وبتحذر التجار من التخزين ورفع الأسعار، وفي نفس الوقت في تقارير عن سقوط ضحايا واعتقالات مع صعوبة التحقق من الأرقام بدقة بسبب التعتيم. وفي عامل بيضغط أكتر، وهي تقارير اقتصادية بتتكلم عن أزمة طاقة وصلت لإيقاف أو تقليل تشغيل مصانع، وده لو استمر هيزود الضغط على الاقتصاد والشارع. التوقعات للأيام اللي جاية يا تصعيد مع مزيد من الاضطرابات والتعتيم، يا احتواء بإجراءات اقتصادية عاجلة، والمؤشر الأهم هو سعر العملة وحجم الاضطرابات ووضع الإنترنت. انت شايف إيران رايحة على تصعيد أكبر ولا الدولة هتعرف تحتوي الأزمة؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتس وخلي عينك مع البداية.